دكاترة سنة أولى إعدادي الجامدين، ازيكم عاملين إيه؟ معاكم مستر مينا عماد، والنهارده هنحل أهم الأسئلة على الدرس الثاني في الوحدة الثانية. يلا يا صديقي، بيقول لك إيه بقى يا صديقي؟ جايب لك صورة، جايب لك هنا ميكتشر أوف كوبر ايرون فيلينج وساند. اكيد هو قاصد يحط لك الكوبر مع الايرون فيلينج لسبب انت ذكي ولمحته. وهنا جايب لك الماجنت وبيقربوا من الميكتشر ده. تعال نشوف ايه الاسئله. بيقول لك وات از ذا تايب اوف ميكتشر از ات. هو احنا عندنا تايبس اوف ميكتشر يا صديقي؟ ايوه، انت مذاكر وشاطر وعارف ان في نوعين. الميكتشر يا اما هوموجينس يا اما هيتروجينس. يا اما هومو يعني عيني تقدر ولا ما تقدرش. لا يا مستر، الهيتيرو دول بيبقى فيهم حاجات احجامها كبيره عيني تقدر تميز الميكتشر، لكن الهومو ده ما بنقدرش نميز الميكتشر ده، زي لما تدوب كده سكر في الميه او لما تحط ملح في الميه. ده هوموجينيوس. ليه هوموجينيوس؟ عشان عينينا ما بتقدرش تفرق الكومبوننتس، لكن الهيتيرو عينك بتقدر تفرق مين؟ الكومبوننت. تعال نشوف الكلام. فبيقول لك وات از ذا تايب اوف ذيس ميكتشر. تعالى يا صديقي نشوف الكلام بتاعنا. هقول له كده هيتيروجينس ميكتشر. اوكي شو السؤال اللي بعده؟ How can the mixture be separated؟ والله يا باشا الراجل جميل اهو وجايب لك مين؟ ماجنت. يبقى اقول له كده by using magnet. طب هو لما يستخدم الماجنت عارف هيحصل ايه؟ الايرن يا صديقي هيجري جري يروح لمين؟ للماجنت. طب ايه اللي حصل؟ الساند هيتبقى هو والكبر. ايه ده؟ هو الكبر مش هيطلع معاه ليه؟ لان في حاجه اسمها ماجنتيك ماتيريال وحاجه اسمها نون ماجنتيك ماتيريال، وانت ولد مذاكر وشاطر وعارف مين الماجنتيك ماتيريال ومين النون ماجنتيك مين؟ ماتيريال. شوف اللي بعده. Why is the copper not attracted to the magnet؟ يبقى هقول له كده because copper is non-magnetic material، لأن هو مش magnetic material. السؤال اللي بعده why is the iron feeling attracted to the metal؟ ليه بقى الايرن هو اللي هيمسك؟ هقول له because iron is magnetic material. شفت الدلع؟ وشكرا، خلصنا من أول سؤال لذيذ جدا. السؤال اللي بعده جايب لك شوية صور كده ويقول لك لو سمحت قسمهم لي ماجنتيك ماتيريال ونون ماجنتيك ماتيريال. بس previous figure shows some material classify them according to the attraction to the magnet. مين magnetic material ومين non magnetic material؟ فأنا ممكن أقسم كده وأقول هكتب هنا الماجنتيك material وهنا هكتب مين؟ النون magnetic material. اتفقنا. مين هنا؟ السيلفر. ايه رأيك؟ لا، السيلفر هيبقى هنا non magnetic material. خلصنا من ده. الكوبر هيبقى هنا non magnetic material. خد بالك. طيب الايرن لا، هيبقى هنا هيبقى magnetic material. الالومنيوم او الالومنيوم على حسب انت عايز تنطقها ازاي هيبقى magnetic material. الستيل هيبقى magnetic material. هنا الجولد هيبقى نون ماجنتيك ماتيريال، يبقى ده هنا مش تبعنا. النيكل هيبقى تبع الماجنتيك ماتيريال. يبقى انا كده قادر افرق ما بين الماجنتيك ماتيريال والنون ماجنتيك ماتيريال. ازاي؟ مين لو قرب من الماجنت هيمسك ومين لو قرب من الماجنت ولا كأن حاجه حصلت. خد بالك من الكلام ده. شوف مين السؤال اللي بعده. جايب لك رسمه للكومباس ويقول لك يا ترى ايه ده؟ فانت اكيد جاوبتها معايا دلوقتي. هقول له دي الكومباس. طيب بيقول لك يا ترى بتستخدم في ايه؟ هقول له كده to determine the four main direction، عشان يعرف الاربعه دايركشن بتوع الكره الارضيه، النورث والايست والساوث والويست. تقول لي ليه قلتها كده يا مستر؟ ما انت حفظها لنا بطريقه حلوه قوي وهي ونيس. يا دكتور اوعى تنسى ونيس، وبنبدا من هنا لهنا. خد بالك من الدايركشنز ديت، ويست نورث ايست وساوث. شوف السؤال اللي بعده، سؤال حلو قوي. بيقول لك ايه؟ The following figures represent magnetic field lines. Selected which one? Magnetic field lines between two different magnetic poles. عندي هنا two different magnetic poles. ده different magnetic poles، يبقى إجابة هتكون B. طب ما ده different magnetic poles يبقى الإجابة B. ممكن كمان أقول إيه؟ A. طيب تعال نشوف. بس هو قال ايه؟ two different magnetic poles، ما قالش two different magnet، عشان كده ممكن اشتغل بدي ودي. magnetic field line between two similar magnetic poles. ده N وده N، فالاثنين دول similar، فالإجابة هتكون C. بيقول لك ايه بقى؟ magnetic field line of two magnets. يبقى انا هنا عايز 2 ماجنت مختلفين. ده ماجنت واحد لكن دول 2
ماجنت وهنا في ما بينهم الماجنتيك ايه فيلد لاينز، فالاجابه هتكون بي. ادي الموضوع حلو قوي، ما عندناش اي مشكله. السؤال اللي بعده يا صديقي بيقول لك scientific term natural stone، الطوبه الاساسيه او الحجر الاساسي اللي اتعمل منه الماجنت اسمه مهم جدا، اسمه اللودستون. خد بالك يا صديقي، material not attracted، الماتيريال دي مش هتمسك في الماجنت، فاسمها ايه؟ اسمها نون magnetic material. اوكي انت شاطر جدا. material that attracted to the magnet، يبقى دي اسمها magnetic material. الدرس ده جميل جدا والهومورك بتاعه حلو قوي، ما عندناش فيه مشكله. ancient tool عباره عن جهاز يستخدم منذ القدم عشان نقدر نعرف بيه الفور جيوغرافيكال دايركشن، لسه حالينه فوق، فده هيكون مين؟ الكومباس. طيب شوف مين اللي بعده. the similar pools repel and different pool attract، ده law of magnet، ده قانون المغناطيسيه يا شباب، ماجنتيزم، قانون المغناطيسيه. المغناطيس فكرته ان لو اتنين زي بعض بيبعدوا عن بعض، ولو اتنين مختلفين يمسكوا في بعض. السؤال اللي بعده the area surrounding الماجنت where the force affect، حوالين الماجنت هيبقى فيه اريا، الجزء اللي بيقدر يسيطر الماجنت على اي حاجه تقرب منه، فدي هتكون اسمها ايه؟ ماجنتيك، شاطر يا ولد يا جامد، فيلد، اسمها ماجنتيك فيلد، جدع جدا. imaginary lines، ما دام شفت كلمه لاينز فهتبقى هي الاسم اللي فوقيها ماجنتيك فيلد، وحط جنبها كلمه لاينز، ماجنتيك فيلد لاينز. بس كده صور، ارجع اشتغل، هوب يلا. وات هابن، السؤال ده خفيف جدا جدا جدا، الهومورك ده حلو بالزياده. يقول لك when a magnet is brought closer to a mixture of iron filling and silver، لو حضرتك جبت ماجنت في مكان فيه ايرون وسيلفر فهيحصل ايه؟ هتقول كده the iron will attract to the magnet while silver not. طيب دي اجابه حلوه. في بقى حد ذكي وشاطر وولد حلو قوي هيزود يقول لي ايه بقى؟ the iron filling will attract to the magnet because iron is magnetic material while silver not attracted to the magnet because silver is non-magnetic material. تقول لي طب ما نكتبها. بص انا عايزك تبقى عارفها، وفي الامتحان ما تستخسرش القلم الجاف، اقعد اكتب لو زياده ما تخافش منها. ده يبقى ماجنت in a box containing iron filling، لو حطينا ماجنت في مكان فيه برادة حديد باودر كده، فهقول كده the iron filling will attract to the magnet. حلو جدا. شوف السؤال اللي بعده. when a magnet is suspended freely from its middle، لو مسكت ماجنت كده بالحبل ومسكته كده من النص هيحصل ايه؟ في جزء منه هيشاور ناحيه النورث، في جزء منه هيشاور ناحيه الساوث، فهقول كده هنا في السؤال ده نمبر 3 هقول كده one pool will يشاور كده يعني وهيتارجت كده، تمام؟ هيحصل له كلمه ان هو يروح ناحيه النورث بول، وواحد تاني هيشاور ناحيه الساوث. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك جبنا خيط وجبت ماجنت فري، هيقعد يلف شويه وبعدين فجاه هتلاقي حته النورث شاورت ناحيه النورث والساوث شاورت ناحيه مين؟ الساوث، فاقول كده one pool will pointed at north while the other pool to the south. زي القمر. شوف السؤال اللي بعده. bring the south pole of magnet closer to the south pole of another magnet. لو الاثنين دول similar بيحصل كلمة اسمها ايه؟ repel. فاقول كده they will repel each other. هما الاثنين هيزقوا بعض. طيب bringing south pole ل north pole بتاع ماجنت تاني هقول كده في السؤال ده they will attract each other، هيمسكوا في بعض. خد بالك من الكلام الحلو، واشوفك يا دكتور المره الجايه مع الدرس الثالث في الوحده الثانيه ونودعها ونشوف بعد كده يبقى خلصنا اكتر من نص المنهج المره الجايه. اشوفك على خير، سلام.